ما انت غبي، ملكش لازمة يعني، مش منك اي فايدة، ماشي بس تضحك على نفسك. كلنا جوانا الاصوات دي، وده مبيبقاش صوت واحد، ده فريق كامل. اللي بيجلدك واللي بيحبطك واللي بيكسر مقاديفك واللي بيشككك في نفسك. وفي اوقات من بعيد كده بيجي صوت خفيف، ده لو قدرت تسمعه ممكن يقولك معلش انت عملت اللي عليك. الطريقة اللي بنتعامل بيها مع نفسنا، الطريقة اللي بنشوف بيها نفسنا بتفرق كتير جدا في نفسيتنا وتصرفاتنا. هل انا على طول ماشي بكسر نفسي وبحبط نفسي وبنقد نفسي، ولا ماشي بمجد نفسي واطبل لنفسي واقول انا مفيش زيي، ولا قادر اشوف نفسي بوضوح زي ما هي، بالحاجات اللي انا شايفها حلوة في نفسي والحاجات اللي انا شايف ان انا محتاج اشتغل عليها، من غير لا نقد لاذع ولا تطبيل ملوش لازمة. قدرة على ان احنا نشوف نفسنا بوضوح ونتعامل مع الاصوات اللي جوانا برحمة مش بعنف، هي مهارة من الست مهارات الاساسية بتوع المرونة النفسية. كل ما نقدر نشوف نفسنا من بره اكتر، من غير ما نغرق جوه الاصوات اللي بتنتقدنا وبتقطع فينا، ولا نروح للاصوات اللي بتمجد فينا وتقول لنا انت احسن واحد في الدنيا، كل ما اقدر ابص على نفسي والاصوات اللي جوايا دي من بره كانها اجزاء مني، واقدر اسمعها برحمه وبهدوء وحكمه اكتر، كل ده ما بيخلي عندي مرونه نفسيه اعلى في التعامل مع المواقف التقيله اللي بنتعرض لها في الحياه. هل بتحس ان انت ألد اعداء نفسك؟ قول لنا في الكومنتس ايه اكتر حاجه بتيجي في بالك لما صوت الناقد اللي جواك بيعلى. ومتنساش تدعي لاخواتنا. وبس كده، سلام.